الفيديو ده جاب ملايين المشاهدات على الفيسبوك. الناس كلها عايزة تعرف ايه المعلقة اللي انا حطيتها في السمك قلبت ريحة البيت وخلتني ولا كأني فاتحة محل سمك. يلا بينا نشوف الطريقة، بس قبل ما نبدأ وصفتنا ما ننساش الاشتراك في القناة واللايك والشير علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد. معايا توم، كمية كده حلوة من التوم على قد السمك اللي انتي هتعمليه. بدق التوم بقى ده كويس قوي قوي، بحط عليه معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من الكمون، نص معلقه كبيره من الكركم. الكركم بيدي طعم حلو قوي قوي للسمك، جربوه هتدعولي عليه. دقي بقى طحنيها قوي قوي مع بعض كده لحد لما يبقى الخليط ناعم وكريمي. وحطي بقى ليمون، ما تبخليش خالص في الليمون، 3 4 5 ليمونات كبار كده من الليمون اللي هو اللي بيبقى فيه ميه كتير. وخلي الخليط بتاعك ده بيكون يعني سايل شويه. الليمون مع السمك بيدي نتيجة تحفة وريحة بتقلب البيت. قلبي بقى الخلطة دي كويس قوي قوي مع بعض، وبعدين تكوني غاسلة السمك بتاعك ومنضفاه. وتبلي بقى السمكة من جوه كويس قوي كده، امسحيها، اعملي لها مساج كده بالتتبيلة والراس وكل حتة في السمك توصل لها التتبيلة، وامسحي من بره. والسمكة بتاعتي انا اعمل لها تشريحات كده من الظهر لان ظهرها بيكون مليان شوية، في بعمل لها تشريحات من الناحيتين بالعرض زي ما انتي شايفه، تشريحات خفيفه كده علشان التتبيله بتاعتي كمان توصل للسمكه وتديها طعم حلو. بمسح بقى السمك كده من بره ومن جوه زي ما انتي شايفه كويس قوي. وبعدين بسيبه كده ايه 10 دقايق ولا حاجه، ما تسيبهوش كتير علشان ما ينزلش الميه بتاعته. بجهز بقى الخليط اللي انا هقلي فيه السمك. معايا كوبايه من الدقيق، عليها معلقه كبيره من النشا. ما تحطيش دقيق كده كتير لانه اللي بيتفضل بنرميه لانه بيبقى زفر. قلبي بقى الخليط ده مع بعضه، انزلي بالسمكه كده تبليها كويس بالدقيق، وخلي الفتحات اللي فيها كده توصل لها الدقيق علشان تبقى مقرمشه معاكي. مسحيها كويس كده زي ما انت شايفه. وقبل ما تحطيها في الزيت بتنفضيها، زيت بقى سخن بحط فيه السمكه بتاعتي. تعالي بقى اقولك على تاني سر من اسرار السمك المقلي. بعد ما حطيت السمكه بحط قشر الليمون اللي انا عصرته ده، ما برميهوش، بيدي ريحه حلوه قوي. وبحط بقى المعلقه الخطيره اللي بتقلب ريحه البيت، بحط معلقه من تتبيله السمك. تتبيله السمك اللي انا عملتها بالزيت بالليمون عفوا، والكركم والكمون، بحطها وانا بقلي السمك، بتدي ريحه خطيره جدا جدا، وبتخلي السمك في حته تانية خالص وريحته حرفيا بتقلب البيت. السمك هيطلع معاكي بقى مقرمش وريحته جميلة قوي قوي وطعمه يجنن. التتبيلة دي بجد خطيرة، جربيها وهتدعيلي عليها. السمك بيبقى بقى من جوه لحمه مستوي خالص وابيض كده وجميل، ومن بره مقرمش. كلي بقى بعيش قدميه مع من رز صيادية، يجنن في الحالتين. الف هنا وشفا على قلبكم. ما ننساش الاشتراك في القناة، وبالهنا والشفا.